ايه الحاجة اللي بتعمليها لنفسك لما بتكوني لوحدك؟ بص، عشان انا حابه اصلا ان انا اجي معاك، والاول مره حابه ادريانا ابقى بتكلم. هو احنا بنعمل دلوقتي العكس صح؟ المفروض انت اللي ايه جلسة الثيرابي انت اللي بتسألي. ايوه فانت بتحاولي تجاوبي، يعني انا لاحظت من الاجابات ان انت بتحاولي تجاوبي من وجهة نظرك اللايف كوتش، فبتحاولي لا انا مش هعمل كده، انا اتكلم عن نفسي، ايوه، فانت بتروحي وتيجي. لان انا قلت لك واحنا بنتفق، قلت لك بص انا الاول مره هبقى سامحه لنفسي ان انا اتكلم عنها بالظبط، جدا. هي دي فرصة يعني كويسة ان انت تتكلمي عن نفسك. من كتر هتسمعي لا انا عايز اتكلم بقى. لا فعلا فعلا عايزه اتكلم، وعايزه اتكلم عنها. الناس كتير ما تعرفش عنها. حلو جدا. فانا لما اكون لوحدي اهو. تعالى بقى. اكل ولا ايه؟ تعالى. برقص، بسمع حاجات بستفيد منها، وساعات كده بقعد اقول لنفسي ايه مها نهيص شويه بقى، اقعد اسمع اغاني، اعمل اكله. ما بحبش اطبخ قوي، بس يعني اعمل اكله خفيفه كده. انت عامله لسه بقى؟ ايه، عامله لسه بالحاجه؟ انا تكيفت مع الوحده. اوكي، فلما ابقى لوحدي ببقى عارفه انا هعمل ايه، الحاجات اللي هي ايه انا فانا حقيقيه قوي قدام نفسي وبستمتع. فاول حاجه بنزل اتمشى، بتمرن، برقص، اعمل حاجه كده خفيفه بس. افلام؟ اسمع. اتفرج على افلام؟ ماليش في التلفزيون قوي بصراحه. يعني انا مؤخرا بس سمعت نصيحه ماما بتقول لي ايه بنتي افتحي التلفزيون حتى لو منظر اللبس بس. ممكن يقعد شهر شهرين ما بتفتحش التلفزيون، لا انا ولا اولادي، كل واحد معاه موبايل وكده. الانترنت واليوتيوب خلاص دلوقتي. انا بحب اسمع اكتر. حلو جدا. يعني طول ما انا مشغوله بحاجه، لا مشغله بودكاست، مشغله كتاب اسمعه، مشغله حلقه موضوع معين مهتمه بيه، محاضره بسمعها. اوكي، وساعات لما احس ان انا خلاص دوشه جامده قوي، افصل بقى، مزيكا هاديه، اقعد ارقص، انزل اتمشى. ايه الحاجه اللي بتعملها لنفسك لما بتكون لوحدك؟ بقعد العب مزيكا وبقرا بس. ده مؤخرا صح، في الستوريز اللي بنشوفها دي. واركب بقى فاهم. يعني اجيب اغنيه مثلا بتاع خانات الذكريات بس مثلا بتاعت قصاصه، كنت مسحول معاها الاسبوع اللي فات. بتقول له عارف السيتويشن عامله ازاي، الاغنيه انا بحب اقراها، لو حبيتها قوي احب اقراها مش اسمعها، الدايلوج نفسه. فهي في نص كده بتقول له انت حاجه من الحاجات اللي في حياتي كتيره، لو في ترتيب الخانات انت في الخانه الاخيره، انت جاهل يا ابني في المشاعر والكلام وياك خساره، في امتحان الغدر فاشل حتى مش عارف ايه، وفي خانات الذكريات حط نفسك في المواقف، عارف تحت خانه الملحوظات كده تاني ايوه بعدها حط ان الجرح واجع. انا فضلت اتسحل مع السايكولوجيكال ثيريز اللي حوالين كل ده، ايه اللي يقلب شخص على شخص بالشكل ده. يعني خدت الاغنيه وقعدت فضلت اقرا مثلا في بتاع 9 كتب بقى فاهم، بطلعهم من المكتبه عشان احلل الشعور ده، الدمويه دي تيجي منين، يعني الوجع ده عمل ايه الشخص ده. كل حاجه بتضايق اي حد من حد الشكل ده مرتبطه بخيانه. مش لازم الخيانه تبقى خيانه فيزيكال، عرف واحده، لا خيانه مشاعر، شاف واحده ثانيه احلى منها ممكن تخلي واحده كده. من الشهر اللي فات كان شهر عيد ميلادي، فقررت ان انا وانت طيب قررت ان انا هبتدي اعمل تشالنج مختلف عن حته الشغل. يعني انا دايما بحاول اطورني في حته الشغل، وعشان الشغل هو برضو شغف، انا بحب الحته دي، فمربوط شويه ببيرسونال لايف. فقررت ان انا هبدا خالص وابتدي اعمل حاجات مختلفه خالص، انه ابتدي اعمل تشالنجز، اجرب حاجات جديده. فكره التشالنج نفسها كانت جديده، او بقالي كتير قوي ما عملتش لنفسي حاجه كده، فبقيت كل يوم انزل مثلا انا مقرره ان انا هتبسط النهارده. طلعت بره حته الانبساط الاعتيادي بتاعي، اللي هو هاتشيف حاجه في الشغل، هنزل مع صحابي، لا طلعت بره الحته اللي انا بعملها كل يوم، جربت حاجات جديده. سافرت وانا هناك جربت حاجه كان نفسي اجربها، كلايمبينج مثلا، انا بحب الهايكنج جدا. المغامره دي كان بالنسبه لي خطيره. فده بقى حطني في حته انه
ايه ده في حاجات، الدنيا مش ضيقه في الحته دي، بس ده في حاجات حلوه قوي. قررت ان انا ابتدي ابص على اسبيكتس ما كنتش ببص عليها، ان رجعت اتمرن تاني، مع ان دي حاجه ما كنتش يعني للاسف مش لاقيه غيره بصراحه. بس قررت ان انا لا، يعني ده كان جزء من هويتي، فانا مش عايزه الحاجه دي تروح. فرجعت اتمرن تاني، لقيت انه عايزه اتعلم طبخ، عايزه اتعلم مهارات جديده غير المهارات اللي انا كنت بزودها في حته الشغل بس. فدي لقيت ان الدنيا مفتوحه، يعني في حاجات كتيره ممكن اروح اتعلمها، اير يوجا، طبله، في حاجات كتيره. حاسه ان الدنيا واسعه، وحاسه ان انا اوبن قوي ان انا اتعلم حاجات مختلفه، حاجات تاني بقى. بالظبط وما تبقاش هويتي مربوطه بحته واحده بس، لا تبقى في حاجات كتيره بعرف. متعوده تكتبي في ورق ولا موبايل؟ لا ورقه. والله ما بحبش الديجيتال. ايه الحاجه اللي بتعمليها لنفسك لما بتبقي لوحدك او لما بتكوني لوحدك؟ بص، عندي طقوس كده كتير. بحب كل فترة. أولا هو لازم كل يوم في وقت يبقى بتاعي لوحدي. أنا ما بعرفش أنام يعني أنا لو يوم كله كان طويل وزحمة وخارجة مع ناس ومليان ومروحة تعبانة المفروض أروح على النوم، مش بعرف أنام غير لو على الأقل في نص ساعة بتاعتي. ده يوميا. هقول لك يعني بعمل إيه. وكل فترة برضو في بقى أحب يوم يومين 4 أسافر مع نفسي لوحدي، أخرج نفسي. في حاجات بقى معينة كده طقوس بحب أعملها عشان برضو أديسكونكت عن الدوشة والأصوات الكتير اللي حواليا. حاجات ممكن تبقى تافهة يعني، بس مثلا بحب أجيب، عارف البازل اللي هي بتبقى 1000 قطعة، بتبقى القطع صغيرة قوي. أيوة متعبة، فهي بتحتاج تركيز جدا. فأنت غصب عنك أنت بتنفصل عن أي حاجة عشان تركز في دي، فبتبقى present فوكست جدا، فوكست انت في اللحظه دي ما بتعرفش تبقى مشتت. جنبها بقى بولع شمعه، اللي هي طقوس كده، اولع شمعه، شغال فيروز، اعمل نسكافيه، لازم فيروز. بص هو ساتل كده، بحب ده اقضيه مع نفسي بقى، ما حدش يشاركني فيه، ببقى فوكست وبريزنت انا في اللحظه دي، بانجوي كل حاجه. وانا كياسمين بحب قوي فكره الخطوات الصغيره اللي بتتعمل بمجهود اللي بتطلع اوتكم. يعني مثلا انا بعمل فيديوز، فبحب فكره هصور وهأدت وهطلع سكريبت فتطلع فيديو. نفس حكايه في البازل، قطعه وقطعه وقطعه فتطلع صوره وبتبقى تابلو حلو. يعني بحب ده، بانجوي ده، بحب اعمله لوحدي بقى. مش كل الناس عندها صبر لحاجه زي كده. لازم اكون حاجه انا في العاده على فكره مش الشخص الصبور قوي، بس لو حاجه بانجوي بحبها يعني سيبني بقى. زي برضو عارف تلوين المانديلا، رسومات المانديلا اللي هي تبقى دقيقة جدا، رسومات دقيقة جدا، فانت بتلون حاجات دقيقة فمضطر تبقى فوكس وبريزنت، فانت مش سامع اي اصوات ودوشة بتشتتك، وبرضه بيطلع اوتكم بانجويت. وده بقى حاجات بانجويت لوحدي بقى، اعملها لوحدي ببسط جدا. يعني ممكن تبقى حاجة تافهة او ممكن تبقى حاجة عميقة حسب ما بتشوفها يعني. انا عاجبني انت بتعرفي تعبري عن نفسك بطريقة وانت مبسوطة. بس والله ده بيعتمد يعني بشكل كبير جدا على اللي قدامي الصراحه. يعني اوكي. بيقول لك بتحبي الوحده ولا بتهربي منها؟ بتحبي تقعدي لوحدك اكتر ولا بتحبي؟ لا بحب اقعد لوحدي، ما بحبش الوحده، يعني الوحده اللي هو الانعزال عن الناس، لا بس بعرف اقعد لوحدي وبحبها جدا. وما اقدرش ان انا اقعد يعني انا طاقتي تخلص لو قعدت مع ناس كتير، مش لو قعدت مع ناس كتير، ممكن اقعد كتير قوي، لكن لازم ارجع اشحن لوحدي وارجع تاني. فلا بعرف وبستمتع بيها جدا بصراحه. بتحب الوحده ولا بتهرب منها؟ بموت فيها طبعا. على فكره انا انطوائي جدا جدا كمان. انا قد يكون عندي سوشيال سكيلز، اول ما بخش حته بتناغم فيها وبتعايش بتاع، بس انا لا، هترجعني الديفولت سيستم بتاعي، انا اقعد لوحدي احسن طبعا. تحب لوحدك احسن جدا، لان عرفت اعمل فيها ايه برضه، خد بالك. اوكي. يعني ان انا وحدي مش اللي هو قاعد لوحدي وخلاص، قاعد بعمل حاجه من الحاجات اللي بحبها، يا اما بقرا، يا اما بلعب مزيكا، يا اما فاتح مروحه بصلحها، يا اما فاهم قدام في الجراج ماسك رفرف بتاع عربيه حد من جاري، فاهم برده، فاهم بلمعه بصاروخ مش عارف ايه، ماسك العجل بتاع العيال بتوع العيله مثلا بصلحه وبغير الكتاين، فاهم، مش عارف. طول الوقت بعمل حاجه. فانا لوحدي
يعني كان نفسي دي حاجه من زمان اعملها ما عرفتش يعني. بتحبي الوحده ولا بتهربي منها؟ في وقت اتفرضت عليا، وبعد كده تكيفت معاها. دلوقتي ما بهربش منها خالص، ببقى عارفه ان هي واقع. اتفرضت عليا سنه 2020 في كورونا. وقتها عذبتني الوحده ان انا اضطريت لاول مره اواجه مها. انا كنت عايشه معاها هي لوحدها، فانت متخيل بقى حد انت طول السنين دي منفصل عنه، انت عايش مع ناس تانية كتير الا مها. فقد ايه الظروف حطتني مع مها، واول مره بقى قابلتها كده وهعمل معاكي ايه، هو انت مين بجد بعد دوشه الدنيا دي كلها وخروج وتمارين وولاد واهل يعني قعدت معاكي انت لوحدك انا وانا. طب يلا بقى على الهادي يا زبادي. واحده واحده كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. مين مها؟ عاش انت حسيتي انك لوحدك بس كنتي قوية. في الوقت بتاع اول ما بدأت خالص، يعني انا دلوقتي فتحت قررت افتح بيج، هنزل فيديوز. مش هقول لحد خالص انا بنزل فيديوز، قعدت اول 3 شهور كده. وبعديها اما قررت ان انا ادخل الكوتشنج ما كانش الناس اصلا مش فاهمه يعني ايه كوتشنج، وانتي رايحه تدفعي مبلغ قد كده، وانا لسه في اول لسه يعني انا يعني بحاول ادخل الكول سنتر عشان اعرف ان انا ادخل الدبلومه. في الوقت ده كان يعني في ضعف اسباب قوي، او ما كانش في حاجات تقول ان انا هعرف اعمل ده، لا سبورت ولا امكانيات ماديه ولا شغل ولا اي حاجه. فكنت بقى في الوقت ده كان عندي يقين رهيب ان ربنا مش ما حطش حاجه في قلب حد غير وهو عارف انه او عايز انه يمشي في الطريق ده هيوصل. مش فارقه معايا اوصل لها ولا لا، بس انا عايزه امشي ورا الحاجه اللي ربنا حطها جوايا ده. كانش في اي حاجه مبشره خالص ان انا، او مش فكره مبشره، انا شايفه قدامي ظروف كلها صعبه قدامها كتير. فقررت ان انا لا، انا مش هركز في الظروف، انا هركز مع رب الظروف بقى بس. فوقتها الدنيا فتحت سبحان الله، يعني كل ما بمشي خطوه كانت كل حاجه بتتفتح.